عايزة اتكلم معاكم النهاردة على حاجة مهمة جدا 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 لأي حد هيجي يعيش في ألمانيا، وحاجة هتتعلمها أثناء ما انت موجود هنا في ألمانيا. هي هي حاجة من الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل. للأسف احنا ما تعودناش عليها في مصر وما اتدربناش عليها أصلا. وما نعرفش ان في حاجة كده اسمها يعني مهارات تواصل. يعني الواحد يمكن بياخد، او انا على ايامي اخر حاجة كنت في مصر، اخر حاجة فاكراها في موضوع التواصل ده ان كان في زي ورك شوب يوم او اتنين او حاجة زي كده، كنا بناخدها كنوع يعني من انواع ال آم، بنكمل ساعات لدورات معينة كنا محتاجين ان احنا يعني ناخدها في الجامعة. ولكن كخبرة في الحياة ان انت فعلا تتعلم ازاي تتواصل مع حد وتتكلم مع حد، ولو اختلفت مع حد الكونفليكت مانجمنت، ان انت ازاي تدخل كونفليكت مع حد وتتواصل معاه بشكل رائق وتاخد حقك وتبقى موضوعي جدا وما تاخدش الموضوع بيرسونال. والحاجات دي كلها للأسف ما اتعلمتهاش قبل ما اجي هنا. اتعلمتها لما جيت هنا، بس اتعلمتها يعني مش بسهولة. اخدت مني وقت كتير جدا، اخدت مني سنين، موضوع تراكمي بالوقت وبالسنين وبالمواقف اللي بتحصل، وعلى حسب كل موقف درجته بتبقى عاملة ازاي، بتزعل منه قوي ولا بتزعل نص نص، بيعلم فيك قد ايه، بتتقهر منه قد ايه. ف موضوع ان انت تتكلم مع حد وتختلف معاه وتعرف تطلع من الموقف ده وانت راضي عن نفسك، وانت قلت اللي انت عايزه، وانت مروح خلاص الحمد لله، نيتي صافية وقلبي صافي ودماغي رايقة، مش هروح بقى اقعد افكر واقهر في نفسي واقول طب ده حرجني، ده كسفني، طب انا ازاي ما خدتش حقي، طب وبعدين. الحاجات دي كلها بجد بتعيي الحاجات اللي هي ايموشنال بريشر، بتحس في بريشر جامد في دماغك وفي قلبك من حاجه نيجاتيف اثرت فيك بسبب موقف زي ده. ف دي كانت من الحاجات اللي انا اتعلمتها هنا، لان انا بشوف الالمان لما بيختلفوا مع بعض مش زينا. مفيش حته، يعني احنا عندنا في مصر احنا مؤدبين زياده عن اللزوم جدا. فلما بتختلف مع حد غالبا بتبص لسنه قد ايه، هو اكبر منك او هو ظروفه ايه، فممكن ما تتكلمش، ممكن ما تردش، ممكن تتكسف، ممكن تتحرج، ممكن ما تعرفش ترد. بس بعدها بقى لما تروح بقى وتقلب بالدفاتر تفتكر بقى ازاي انا ما ردتش، ليه ما خدتش حقي، ليه مشيت زعلان، ليه هو كسفني، ليه هو عمل كده فيا. ف هنا في المانيا مفيش الكلام ده. هنا في المانيا لو حد بيختلف مع حد، فاولا اكتر حاجه مريحاني هنا بجد في التعامل معاهم، واكتر حاجه هتتعلمها هتريحك سنين لقدام، ان مفيش مشاعر، مفيش تعامل بايموشن هنا. الناس بتتعامل بده وبس. انا بتكلم معاك في حاجه معينه عملتها بالشكل اللي انا عايزاه فبنتكلم وبنتفاهم، ما عملتهاش ف يعني كريتيسايز بس مش اتاك. يعني في فرق ان انا انتقدك، وفي فرق ان انا وفي فرق ان انا اهاجمك. فهنا الناس ما بتهاجمش قد ما هي بتنتقد. النقد بيبقى بالنسبه لنا احنا كمصريين بقى متعودين على المجاملات والكلام السكر طول الوقت والكلام ده. بالنسبه لنا دي بالنسبة لنا ده اتاك. يعني حتى لو حد انتقدك بصورة موضوعية، ممكن تاخد الموضوع على قلبك وعلى نفسك وبيرسونلي وتزعل وتتضايق. ودي حاجة لازم نتخلص منها. يعني بجد الموضوع ده فرق معايا كتير جدا، ان انا لما حد ينتقدني في حاجة، وخصوصا لما كنت لسه بعمل الدكتوراه، كنت جاية بالكالتشر بقى، بالمايند سيت المصرية بتاعتي. بعمل شغلي بطريقة معينة، ما بحبش استاذي يديني تعليقات بطريقة معينة. ما بحبش ان انا اتواصل معاه بشكل معين. ف حته ان انا اخد الموضوع بيرسونالي دي كانت الاول بتحصل لي، ولكن مع الوقت بطلت تماما. يعني ابتديت ابص، لا طب هو فعلا بيقول لي كده، طب ما احط نفسي مكانه، طب هو بيقول لي كده ليه، طب هو عشان شايف كذا وكذا وكذا غلط. هو ما شتمنيش، يعني هو he didn't attack me، هو ما قاليش اي حاجه غلط فيا، هو انتقد طريقه شغلي في حاجه معينه، او انتقد طريقه تفكيري في حاجه معينه، او مانجمنت لحاجه معينه. فدي اول حاجه تعملها، انك ما تاخدش اي حاجه بيرسونال، وخليك اوبن ان انت تتعلم من الاختلاف ومن الخلاف اصلا مع حد الماني هنا، لان غالبا هتتعلم حاجه منه انت ما كنتش شايفها. ولو اخدت الموضوع بشكل شخصي، دماغك بتقفل وقلبك بيقفل، وبتبقى مش طايق الشخص ده، وما بتبقاش اصلا عايز تسمعه. بتضيع لنفسك فرصه ان انت تتعلم فيها وشخصيتك تتغير وتتطور وتواكب الناس هنا يعني تدخل في تعاملاتهم بجد. فدي اول حاجه. الحاجه التانية، لما بيختلفوا مع حد ما بيكسفوش. يعني لو انا اختلفت معاك في حاجه
عشان 1 2 3 4 هقول لك الواحد 2 3 4، مش هقول 1 و2 و3 وهقول 4 لأ عشان هو ممكن يتحرج، أو هو لأ مش هقول 4 عشان ممكن أكسفه، ولا مش هقول دي عشان أنا أتكسف إن أنا أقول له حاجة زي كده. بيتقال البوينتس فيو بتتقال كامله، مفيش ان هو يقول حته ويسيب حته عشان هو ايموشنالي ريليتد ليك في حاجه معينه، مفيش الكلام ده هنا. ودي برضو حاجه كويسه جدا، ان انا لما اختلف مع حد ابقى كلير، ابقى واضح تماما تماما، واقول له كل الحاجات اللي عندي عشان اعرف اطلع منه بنتيجه. يعني هو هما هنا كمان حته الكونفليكت مانجمنت دي مهمه جدا. ليه؟ لان انا لما بختلف معاك في حاجه عشان عايزه اوصل لنتيجه معينه، عشان في حاجه مش عاجباني عايزه اصلحها، عايزه اطلع بشكل افضل، عايز ريزلت يعني افضل من اللي انا شايفها دي. فموضوع حاجه كمان لاحظتها لما بتحط في موقف زي ده معاهم، عندهم ثقه. يعني انا كنت مثلا لسه بدرس دكتوراه، لسه جايه جديد، وكان التيم بتاعنا كان كله الماني. ف لما بيختلفوا مع استاذي اللي هو البروفيسور بتاعنا، كانوا بيتكلموا معاه بمنتهى الثقة. فأنا كنت بشوف دي ساعات بجاحة كنت بشوفها ساعات مش قلة أدب، بس كنت بشوفها يعني مش تطول، معرفش. أنا مصري بقى، أستاذي ده بقى اللي هو إيه يعني فوق 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 فوق. فلما أجي أتكلم معاه لازم بقى يعني أبقى عينيا في الأرض، منتاليتي مايند سيت. أنا يعني اولد سكول جاية من مصر بقى اولد سكول. فلاحظت ان هم لا، لما بيتكلموا في حاجه بيتكلموا بمنتهى الثقه، وبيتكلموا بمنتهى مش غرور، ثقه. والحاجه الكويسه اللي فيهم حتى لو هم يعني بيتكلموا غلط وواثقين من اللي بيقولوه، لما استاذي بيبتدي يراجعهم وبيعرفهم ان هم غلطانين، مفيش حد بياخدها على صدره، مفيش حد بياخدها بطريقه عناد، لا انا صح، لا انا قلت مش عارفه كذا كذا. مفيش الكلام ده. لما بيعرفوا ان هم مش صح بيتراجعوا تماما وبيقبلوا الراي الاخر. فدي برضو حاجه كويسه لاحظتها جدا فيهم وتعلمتها مع الوقت. الحاجة الأخيرة، إن لما بيكون في مشكلة بيبقى في كونفليكت، حد فاهم أو ميس أندرستاندينج لحاجة معينة، لو professional environment، أنا بتكلم أنا أكاديمية، فده يعني محيط الجامعة عندي. لما بيحصل حاجة مثلا عندنا في المعمل أو في البروجكت أو أيا كان، يعني في مشكلة، ما بنحاولش نشوف مين اللي عمل كده. يعني حاجة باظت مش عارفة ايه، اوردر لسه ما جاش، حاجة معينة مش مظبوطة يعني في المانجمنت. استاذي اول حاجة ما بيقولش مين اللي عمل كده او مين السبب، دي ما بيجيبش سيرتها خالص، بس دايما بيقول طب هنحلها ازاي. فهو دايما ما بيحبش يعمل هي فينجر بوينتنج، ان انا ادور على مين اللي غلطان واقول له انت عملت كذا وانت ما اعرفش ايه وانت مش قد المسؤوليه. بصراحة كان في الحتة دي بجد كان عظيم يعني، وعلمني كتير في الحكاية دي. لأن أولا لما يعني بتتجنب التصادم مع حد، وبتتجنب ان انت تخلي حد يكرهك. فحتة الكونفرونتيشن دي مش حلوة ان انت تعملها مع حد، وكمان الحد ده انت مش هتسيبه وتمشي، ده انت لسه طالب منه شغل يعني قاعد لك في المكتب والمفروض ان هو هيعمل لك شغل. فدي حاجة كانت يعني كويسة جدا اتعلمتها منهم. لما اختلف مع حد على قد ما اقدر احاول اشوف، يعني لو مش مهم مين اللي عمل الحكاية دي، أهم حاجة أبص لقدام الحل إيه، هنحلها إزاي، حد قولوا لي رأيكم الموضوع هيتحل إزاي. فدايما بيفكروا بشكل يعني بالنسبة لي move on thinking، اللي هو خلاص مش مشكلة اللي حصل إيه، بس نشوف يلا هنطلع من الموضوع ده إزاي، بصرف النظر مين اللي عمل كده. وكمان بيوفر علينا إحنا إحراج كتيم، يعني لو حد عمل غلطة وهو مش قاصد و... وانت جيت بقى فاهم، وهريته بقى وكذا وكذا وكذا، وانت الشخص ده هيتعامل مع باقي التيم ازاي، والشخص ده هيتعامل معاك انت اصلا ازاي. فهنا دي ما بتحصلش. يعني بتكلم لو بروفيشنال انفايرمنت ومعاك حد ليدر فاهم يعني ايه ان هو التيم مانجمنت، وفاهم يعني ايه ان هو ليدر ويقدر يعمل ده بشكل كويس وبشكل يعني ياخد النتيجة في النهاية اللي هو عايزها من التيم بتاعه. فدي كانت الحاجات اللي انا اتعلمتها منهم وفادتني كتير. واتمنى لو حد يعني بيشوف الفيديو يراجع نفسه ويشوف الحاجات اللي مش موجودة عنده، يمكن يعني حاجة زي كده تفيده في ان هو يتعامل مع الناس بشكل افضل وياخد حقه بشكل افضل. ولما يدخل في جدال مع حد او مناقشة مع حد، ما يطلعش منها هو زعلان ومقهور ان هو ما قالش حاجة كانت لازم تتقال. فما تاخدش حاجة بيرسونال، خلي عندك confidence، يبقى عندك ثقة. خلي عندك جراءة، لو عندك اسباب تقولها قولها كاملة، طالما مش هتهين حد او مش اتاك لحد. وفي النهاية ما تدورش على مين اللي عمل المشكلة عشان ما تخلقش يعني كونفليكت مع حد تاني، ولكن دور في النهاية على حل المشكلة ايه. فخليك يعني
ادفانس شويه. وبس كده.